سلام ربي عليكم يا رجال. والله هذه القصيدة رجعنا الشاعر ناصر اليافعي الذي جاب بيته واستمسخر واستهزأ بأصحاب دمار على قصة الحج علي بعد الحمار. المهم هذا ما قال، نسمعكم الجواب. قال: طالب مروة والمروة ضايعة، قلتكم والله شي مروة من ذمار. طالب مروة والمروة ضايعة، قلتكم والله شي مروة من ذمار. لا عندهم جودة ولا به قرطعة، قد شلوا الموقد وهو مليان نار. فسمعه واحد وفى ببيتين، قال: هذا خبر واقع وقصة رايعة، وضاع راس المال من بعد الضمار. لا شي حداهم بوجهه طابعه، بالذات ذي باع الطلي هو الحمار. فسمعتهم وهذا ردي لهم، قلت: قالت ذماري جاك ببيت قاطعه، ترسل بها للأخ ناصر دار دار. قالت ذماري جاك ببيت قاطعه، ترسل بها للأخ ناصر دار دار. من جالنا بالعيب يا صح نوجعه، ونجعل بياته وأركانه دمار. هذا جوابي يا ابن يافع واسمعه، هذا جوابي يا ابن يافع واسمعه. يا من بتغلط فيه هجوسك والحوار، أصل المروة والرجولة نابعه من عندنا يا ذاك، وسأل عن دمار. من عندنا يا ذاك وسأل عن دمار. وتحياتي لكل يافعي جيد.